السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة النهاردة أشارك معاكم كده حاجة. ممكن ناس تنتقدني، تقولي مثلا انتي مش ماشية بأساليب علمية كويس، أو مش واخدة احتياطاتك قوي. انتي مش مدفية المكان، بصي ده هي لمبة واحدة. انتي مش حاطة نشارة كتير في الأرض، انتي مش عاملة سقايات كويسة، انتي مش عارفة حاجات كتيرة ممكن يعني تشوفوها ان هي انت غلط، ان انت بتربي كده. انا هقول لكم انا ظروفي ايه. يعني انا لما كنت في مكان بربي وانا عايشه في نفس المكان، يعني كنت بربي في دور وانا عايشه في نفس البيت، كنت عايشه في دور تاني. فبصوا كنت بسم الله ما شاء الله، يعني دوروا على ماما مش لاقيين ماما هتلاقوها عند الفراخ. ماما صلت الفجر وراحت فين؟ اكيد عند الفراخ. ماما الساعه 12 بالليل يا جماعه ماما فين؟ دوروا عليها هتلاقوها عند الفراخ. فما كنتش سايباهم خالص، بحبهم جدا، انا بحب الفراخ وبحب الطيور وبحب كده، فكنت على طول عندهم، على طول اشوف ده ناقصه ايه واعمله، ده ناقصه ايه واعمله. فانا دلوقتي ما بقتش في المكان ده، فغصب عني ان انا مأجره بيت بعيد عن بيتي. البيت ده مش ملكي، انا مأجراه. ربنا يا رب يرزقني، الله يا رب، اللهم امين يا رب، يرزقني بحق لا اله الا الله، بحق قدرته يا رب يرزقني بيت ملك، اللهم امين يا رب. مش بعيد على ربنا، بس البيت مش ملكي. فالبيت اللي انتوا شايفينه ده ما فيهوش كهرباء، ما فيهوش كهرباء. سلك الكهرباء اللي انتوا شايفينه ده مسروق من بره كده، من جار او من عمود، معرفش هو مركب. المهم ان هو عامل سلك كهرباء واحد، وسلك ده ضعيف، يعني مش الاسلاك القويه اللي هو بيقولك ارضي وهوائي ومعرفش ايه عشان خاطر يتحمل، لا. يعني انا مشغله لمبه واحده بس. اخدين بالكم ان السلك ده حاطه فيه انا كام لمبه؟ 3 4، حاطه فيه 4 لمبات. بصوا اهي، ادي دوايه اهي، وادي الدوايه دي، وهناك في دوايتين. لو ركبت الاربع لمط بيتحرقوا، ليه؟ لان ضغط على سلك الكهرباء. فسلك الكهرباء يا دوبك محمل لمبه واحده وبيضه، وبيضه مش حمراء اللي هي بتدفي يعني. فانا موضوع التدفئه ده غصب عني. طب هل الموضوع ده يعني يأيدني يوقفني؟ لا، مش هيأيدني ولا يوقفني. يعني معلش، اللي عايز يشتغل هيشتغل على قد الامكانيات. طب انت بتعملي ايه؟ على قد ما اقدر. ادي الشباك قدامكم اهو مقفلاه، وادي الشباك اهو ده سايبه تهويه شويه ومقفلاه. ده اهو نصه كده. طبعا باب الشقه مقفول، البلكونه مقفوله، الشبابيك اللي ورايا مقفوله. فالحته دي مش بايدي، مش هقدر اعملها. فيجي واحد مثلا يقول خلاص ما كنتش بدأتي المشروع اصلا. لا، ما ابدأش ليه؟ طب ما انا هبدأ اتوكل على الله. اصلا انا مش رامياهم في الطل بره، يعني انا مثلا مش مفتحه الشبابيك كلها ورمياهم في الطل واقول هرميها على الله. لا، انا بحكمها على قد امكانياتي، على قد ما اقدر المتاح، وبروح عاملاها. الارض كانت وحشه جدا فعلا، كحتها كذا مره وانا صحتي تعبانه. رحت جبت من قيمه 3 ايام شوال نشاره، ورميت الشوال كامل في الارض اهو. معقوله الارض معقوله؟ يعني انا شايفه ان النهارده مثلا بكلمكم النهارده اهو، اللهم صل عليك يا نبي، النهارده الحد. انا شايفه ان ممكن على يوم الاربع اجيب شوال تاني واروح نشراه وحطاه تاني. كتير كده عليا؟ انا جايبه الشوال ب50 وب55، كتير عليا. طيب ما انا هعمل حساب ان انا بدفي من تحت عشان ما بدفيش من فوق برضو، والفلوس اللي كنت هحطها في الكهرباء هحطها في النشاره اللي في الارض. والله المستعان، هعمل ايه طيب؟ في ناس بيجيبوا كراتين، انا لسه ما جربتش الموضوع ده. كراتين وافتحها واحطها تحت رجليهم تدفي شويه، ومن وقت للتاني اشيل الكراتين ارميها واحط كراتين غيرها. والموضوع يعني انا شايفه ان هو كويس، حتى لو حطيت فوق الكراتين طبقه نشاره خفيفه. بس انا لسه ما جربتوش. الفراخ بتموت مني. طب ما طبيعي، ما بيبقى في ناس كتيرة عندها ما شاء الله مزارع، يعني بالألف وبال500 وأرقام مهولة، وإرادة ربنا بتحصل، وإن الحاجة بتموت. ما البني آدم بيموت من غير سبب، فطبيعي إحنا عيالنا بتعيا. هل يعني هو أنا يعني عشان فراخي عيت خلاص هوقف؟ طب ما إحنا عيالنا بتتعب وبنلف عند الدكاترة وبنتمرمط عشان خاطر نعرف عندهم إيه. على ما نعرف بنكون صرفنا دم قلبنا قد كده. وفي كتير يعني بيفقدوا عيالهم في موضوع العيا ده. فعادي الفراخ بتاعي عادي، ما كل حاجه بتاعي. ما هي الحياه، اصل الحياه مش ماشيه سلك، يعني هي الحياه مش ماشيه كده في وشها. لا، هي الحياه تعب وشقاء ومرار وقرف ولازم نستحملها عشان خاطر نعرف نكمل. طب هل انا لو بخسر انا هكمل في الموضوع ده؟ لا طبعا مش هكمل، مستحيل، يعني انا والا ابقى واحده مجنونه.
انا في الوقت الحالي اللي انا بقول لكم عليه ده بالنسبه للفراخ البياضه، اقسم بالله انا لسه ما كسبت من الفراخ البياضه دي. يعني انا شفت في الكراسه امبارح انا كاتبه ان انا جايبه الفراخ الاولانيه اللي هي البياضه دي في شهر 8، في نص 8. ادينا اهو خلاص بنقفل السنه بتاعه 2023 دي. يعني انا بكلمكم كده النهارده تقريبا 23/12/2023، وانا اقسم بالله ما كسبت من الفراخ دي لسه. ليه؟ لان انا جبت عليها فراخ تانية. اولا الفراخ طولت عندي وما بشرتش على طول، قعدت لها يجي 2.5 شهر على ما بشرت. دلوقتي ما بتجيبش الانتاج كامل. طب هتقولي لي ما بتجيبش الانتاج كامل ليه؟ ما برضو العيب مني، ما مش هدي العيب على حد يعني. العيب منك ليه؟ ممكن يكون موضوع البكتيريا اللي انا قلت لكم عليه ده، ممكن يكون موضوع السقعه. الانتاج وصل عندي 70% ورجع بعد كده نزل لايه ل50%، وبعدين رفع تاني ل60%. فانا بعمل اللي عليا وبحاول ادفي. ممكن حاجه تانية. ايه الحاجه التانية؟ ان انا باجي الفراخ يا جماعه بعد الظهر بتكون خلاص جابت كل البيض اللي عندها. انا باجي الساعه 8:15 بمشي الساعه 9:30 10. يعني انا مثلا انا دلوقتي الساعه كام؟ انا دلوقتي الساعه 10:30 لسه ما روحتش كده، انا متاخره. اللي هو قاعده مستنيه ان انا اجيب كام بيضه، لان يعني البيض اللي انا لميته قليل. انا لو قعدت لحد الظهر هلم انتاج كويس اللي هو كام؟ اللي هو حوالي 70%. لحد دلوقتي انا بلم انتاج 70% لحد الظهر. انا بمشي بدري شويه عشان كده ما بلمش ال70%. فاما اجي تاني يوم برضو بمشي بدري فمش هلحق اخد برضو ال70%. انما انا لو بمشي الظهر هلم كل يوم البيض بتاعي 70% اللي بقول لكم عليه. طب ال70% دول بالنسبه للحبه الاولانيين انا جبت الاول 80 فرخه، مات منهم 5 وبعد كده مات 5 ومات امبارح 3، ادي كده 13. قولوا اتبقى مني، يعني انا كنت جايبه 80، شيلوا منهم 15 لان في 2 عيانين اهو، الله اعلم ربنا هيكتب لنا ايه، بس ان شاء الله ربنا يكتب لنا الشفاء يعني. قولوا 15 من ال80 يتبقى 65 فرخه. ال65 فرخه دول بيكسبوني هم لوحدهم في الوضع الحالي ده بناء على ال70% بيض كده مكسب. امال انا ما بكسبش ليه؟ لان انا باخد الفلوس كلها وبجيب لي الفراخ اللي لسه اللي لسه ما كملتش بيض دي. الفراخ الحمراء اللي انتوا شايفينها دي مبشره بقالها اسبوع، يعني لحد امبارح انا واخده منها 5-6 بيضات. 5-6 بيضات لسه قدامي شهرين على ما يتم الانتاج بتاعها. طب انا هما ال5-6 بيضات مش هيجيب لهم الاكل بتاعهم، فانا باخد بقى الفلوس التانية دي واروح دافعه حق العلف للاتنين دول وبكمل عليهم كمان من جيبي. بس مبدئيا الفراخ التانية اللي هم المفروض ال80 فرخة دول، لا المفروض كده هم خلاص بدأوا يجيبوا معايا ربح. انا ليه بتكلم معاكم في المواضيع دي؟ بتكلم معاكم عشان ما تيأسوش. انا حسيت في لحظة من اللحظات كده بلحظة يأس ان انا يأسانة وتعبانة، وساعات بتحسوا ان اليوم بيعدي كأنه سنة. والله العظيم يا جماعة اليوم بيعدي كأنه سنة، ويعدي النهاردة تقيل عليكي قوي، الله اكبر الله اعظم، وتعدي بكره تقيل عليكي قوي، وتحسي ان الشهرين بتوع التبشير دول طوال قوي مش عايزين يعدوا. يا جماعه انا خلاص بقى هاتوا. فاكرين لما كنت بقعد اكلم الفراخ واحط الفيديو واقول يلا يا فراخ بقى هتبيضوا امتى؟ هشوف الجواهر امتى؟ الحمد لله الفراخ باضت وشفنا لها فلوس الحمد لله. لسه بقى اللي قدامنا دي ما من الواحد بيجي عليه لحظه يأس كده تلاقوا ان هو بيحب يفضفض مع حد، فانا قلت افضفض معاكم. نفسي اسد الدين اللي عليا، نفسي ان انا ارتاح. يعني تعبانه، انا تعبانه والله، بجاهد جامد قوي في الحياه دي، ومحدش يقول لي اقعدي وما تشتغليش وما تعمليش. انا مرتاحه كده. انا تعبانه جسديا ونفسيا بسيط، من وقت للتاني لازم نتعب، ما هي الحياه كده. لكن الشغل كشغل لا احبه طبعا. لازم تحبوا الشغل، لازم يبقى الانسان انسان انتاجي وانسان طموح وانسان متفائل وانسان بيشتغل وبيتحرك حركه حلوه. يعني انا جسمي تقيل وتعبانه وعندي امراض كتيره قوي، بس بتحرك وبروح وباجي ومعرفش. يا لهوي ده انا لو قعدت كده ما اشتغلش ولا اعمل حاجه اعيا. الناس اللي بتقعد دي ساكته كده دي سبحان الله بقى من عند ربنا. يعني خلاصة الفيديو
ان مهما الواحد عدى بظروف صعبة، ومهما حسيت ان الطريق ملوش اخر، او مش باين له ملامح، او عمال تدفع وما بتاخدش، بس خلي عشمك في ربنا خير. ونرجع ونقول اللي نجح مش احسن مننا، واللي كمل مش احسن مننا. ومهما بنقع بنقف تاني، الفراخ تعبت بترجع تاني، انت اتدينت هتسد وترجع تاني ان شاء الله. انت تعبان دلوقتي متشائم، هيجي عليك وقت ان شاء الله يعني هتبقى كويس. الله اكبر، الله اعظم. اشوف الفرخه بالكاكي هناك اهي عايزه تبيض، فخلي عندكم طاقه امل كده. الفرخه دي برضو اللي قاعده دي حاسه ان هي عيانه، لسه هجيبها، دي بلدي اللي نايمه على نفسها دي. فالله المستعان يعني، ربنا يعدي الايام على خير. واي حد مديون يا رب يفك ضيقته، واي حد تعبان في شغله معلش استحمل، هي فترات بتعدي، فترات بتيجي وبتعدي، وكله بيمشي، العمر كله بيعدي يعني، الازمات مش هتعدي، العمر كله بيعدي. بس اهم حاجه ان يبقى عندك حاجه تسعى لها، يعني حاجه تبقى بتبنيها قدامك، سواء دي سواء غيرها سواء اي حاجه، بس حاجه يعني عايش عشان حاجه. يعني ما اشغل نفسك بالخير عشان يعني شيطانك ما يشغلكش بالشر. معلش بقى طولت عليكم، بس انتوا اخواتي في الله، وبحب اتناقش معاكم واتكلم معاكم، وهلحقكم اول باول كده. اي حاجه حصلت جديده عندي هقول لكم، وقت ما بكسب بقول، وبقول لكم كسبت ايه وعملت ايه، وما ببخلش على حد باي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.